تظاهر مئات الأشخاص السبت في العاصمة التونسية ورفعوا شعار تونس علمانية، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا إثر نداء عبر موقع فيسبوك يقول نعم لدولة علمانية. وقال المتظاهرون إن التظاهرة تهدف لإظهار أن تونس بلد متسامح يرفض التطرف ولتدعيم العلمانية في تونس في الممارسة والقانون. ويذكر أنه تم الإعلان السنة الماضية عن جمعية لدعم العلمانية، ولكنها لم تحصل حينها على أي ترخيص. أنا يهودية تونسية جيت ندافع على حقي في بلادي، وحقي باش نمارس ديانتي، وحقي باش نكون مختلفة، وحقي لهنا وحق الناس الكل فينا تمارس دياناتها، وحق الناس الكل فينا تمارس المعتقدات نتاعها. وتونس لايكية وتقعد طول عمرها لايكية، وتونس لايكية وتقعد طول عمرها لايكية. نرى مثلا الرئيس هناك من يقول النظام التونسي يسمح للجمعيات اليهودية والمنظمات اليهودية بأن تصول وتجول في تونس بينما يطارد المعارضة في المنافي. حتى طبعا تونس تفاجئوا فيها جدا. كانوا يرتبون أن تكون من أهم الدول السياحية. آخر سنة 2010 زارها 10,000 سائح إسرائيلي تونس، وكانوا يعدون لإعادة المكتب، وكانوا يعدون لشركة إسمنت كبيرة تستثمر هناك. يعني كانوا يعدون لعلاقات تجارية رغم اضطرارهم على توقيف المكتب. هو مكتب فتح 96 وسكر 2000، أغلق 2000 بالانتفاضة الثانية. ولكن حتى تونس تفاجئوا منها. ولكن بعد تونس كانت تصريحات متكررة، وكان في يوم دراسي في أحد مراكز دراسات استراتيجية تل أبيب. ومع كبار قادة الجالية اليهودية في تونس، وقد نقل التلفزيون تصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا فيها أن إسرائيل كانت تعتبر بن علي من أهم الرؤساء والأنظمة العربية المؤيدة سرا لسياستها بالمنطقة، وإنها الآن تخشى مجيء رئيس تونسي جديد يعتبرها عدوة وليس دولة صديقة كما كان يعتبرها الرئيس المخلوع بن علي. وإنها الآن تخشى مجيء رئيس تونسي جديد يعتبرها عدوة وليس دولة صديقة. وإنها الآن تخشى مجيء رئيس تونسي جديد يعتبرها عدوة. partager, مشاركة، share.